شوف 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 شوف، شايفين لي اللحم شلون رايح نيفه، وشوف لي هالريحه اللي بتاخذ العقل. يا سلام عليه، لانه بدنا نحمي ونقلي البصل بقلب الفرن، يعني انت ما في داعي تجيب شيء من برا، كله بقلب الفرن بتساوي. شوف لي اللي شلون دايبه. هذا الفيديو برعاية شركة فولكانو لتجارة وتصنيع جميع الأجهزة المنزلية وتصديرها حول العالم. السلام عليكم، نهاركم عربي بالصلاة على النبي، الله يسعد لي ايامكم جميعا. مندي لحم او مندي دجاج، انت من عشاق اي نوع؟ مندي اللحم ولا مندي الدجاج؟ اليوم رح نساوي مندي لحم على الغاز والفحم بالبرميل السحري، برميل المندي فولكانو. نزلوا ميزة جديدة على برميل المندي اللي هي الفحم، فانت لما بتساوي المندي بيطلع كأنك عم تاكل مندي حضرموتي، كأنه انت قاعد بحضرموت عم تاكل مندي لحم، بس شغلة على كيفك، تكتيك وأسرار وطريقة مختلفة. رح نعملها اليوم على طريقة اللحم المدخن على مندي، يعني مفوتين هي بهي. تابعني للنهاية ولا تنساني من الإعجاب والاشتراك، وإذا عجبك الفيديو ابعته لصاحبك خليه يعزمك، أو ابعتيه لحماتك خليه تعزمك على مندي. لا تنسى طعمة المندي بالبرميل كأنه عامله بالحفرة. فاليوم رح ساوي لكم إياها، وبدها شوية تكتيك، تحملونا شوي اليوم يا رب. بسم الله. وهي أول شيء جبناه القصدير أو ورق الألمنيوم. بسم الله. حاطين اليوم كتف غنم. شوف لي على اللحمة ما شاء الله وكان. شوف المفصل. وهي ورق زبدة أول شيء. ما حطينا شيء للحمة أبدا، بس ورق زبدة واللحمة. وهي لفيناه للكتف بطبقة ثانية من القصدير. أنا بدي لفه بأكثر من طبقة بحيث إنه ما ينفس هواء. أهم نقطة ممكن ذكرك فيها إنه على طول تخلي الدهن تبع الكتف لفوق. هلا أنا عم حاول صح عم بقلبه، بس معلم إنه دهن الكتف لفوق يكون أفضل. هلا صرنا لافينه تقريبا حوالي 3 طبقات، هاي آخر طبقة رح نلفه فيها. وهي حطينا ورق الزبدة وحطينا الرقبة هيك الظريفة عليها، وهي حطينا على جوانبها كام قطعة لية، وهي ورقة زبدة ثانية. وأهم شيء تابع معي خطوة بخطوة. اليوم بالفيديو هذا لأنه نحن عم نصور بهالطبيعة مثل ما شايفين ما شاء الله وكان، بس خليك متابع معي لأنه هذا المندي خاصة بالبرميل الحديد أو برميل المندي فولكانو لازم تتبع خطوات صحيحة منشان ينجح معك المندي، تاكله كأنه عم تاكل مندي لحم بالمطاعم. وهي الطبقة الثانية للرقبة، وهي الطبقة الثالثة كمان للرقبة منشان تطلع شغلة على كيفك. وأول شيء رح نساويه بنفك الغطاء، وأنا تارك لكم رابط فيديو التركيب بصندوق الوصف، رابط الشراء. عنده وكلاء بكل دول العالم وعنده شحن لكل دول العالم. بس أهم نقطة إنه هذا الفرن إذا بدك تطبخ فيه ما تنزل الأكل إلا على درجات ولحتى يحمى. يعني بيحمى الفرن، بتنزل المي، بتستنى تحمى المي، بتنزل اللحم، بتستنى يحمى الشبك تبع اللحم. هلا بنرجيكم شلون. وبتنزل درجة درجة قبل ما تضغط الغطا تبع البرميل أو تسكر عليه. هلا بعد ما شغلنا الفرن 10 دقائق حمي الفرن. اول شيء بننزل الطنجره تبع الرز وهي فيها شويه مي، بس شيء انه ما يطلع اللحم ناشف، يتم عم يعطي بخار فوق اللحم، بينطبخ وبيطلع شغله على كيفك كانك عم تاكل لحم مدخن. عشاق اللحم المدخن بيعرفوا شو الوضع بهي التركيبه. وهو الشبك تبع البرميل عنده 3 شبكات، 3 طبقات. رح نحط اول طبقه الكتف هيك، وطبقه ثانيه رح نحط فيها الرقبه، وبنستنى حتى تحمى المي ويحمى الفرن منيح. بعدين بننزل وما بنضغط على طول، ما تسكر الفرن على طول قبل ما يحمى كل شيء فيه، مشان لما تسكر الفرن ينطبخ الاكل بشكل طبيعي. وهلا بعد ما حمي الفرن، قرب بالله قرب، حمي الفرن على الاخر، وحطينا المي وحميت المي. رح ننزل بسم الله الرحمن الرحيم شبك اللحم تبعنا. بسم الله. ورح نسكر الفرن، والفرن مزود بساعة حرارة، بيبين معك حرارة الفرن قديش. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا لا تنسى وقت اللي بتحط وبتسكر الفرن هذا لازم يكون مسكر بهالطريقه هي. في عندك وحده ثانيه هون، شوف ابو جواد اصور لي اياها بالله من هون. هي حاطينا ميزه جديده بالفرن، اذا طبخت على الفحم بدك تغسل البرميل من جوا بالمي، بامكانك تفتح هي وتصرف المي من هي الحنفيه. وبعد ما ضغطنا الغطاء رح نحط المؤقت على ساعتين 120 دقيقه. تحط له المؤقت هيك، وبين ما يخلصوا الساعتين شو رح نعمل؟ رح نعمل فنجان قهوه. ما في اطيب من القهوه، عشاق القهوه الله يحييكم. وهلا بعد ما حطينا اللحم ساعتين ونص، بعد ما طفينا على الساعتين بس خلينا نص ساعه زياده بقلب الفرن بالحراره تبع الفرن، شو رح نساوي؟ رح نفردهم ونحط عليهم التتبيله مشان نطبخ الرز معهم وتكون شغلتنا على كيفك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى استووا ابو جواد؟ والله انا شايفهم رايحين نيفا، بس شو بدهم؟ بدهم حركه تأمير، بيطلعوا شغله على كيفك. شوف اللحم فارط، شوف 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 شلون رايحه نيفا. يا لطيف، الله يجرنا من نار جهنم. رايحه نيفا معلم. شوف لي الموزه شلون، شوف الموزه هيك. اذا الموزه رايحه نيفا، شلون الكتف كله؟ رح نحط عليهم شويه تتبيله، انا عامل لهم تتبيله مشان يطلعوا مأمرين وشغلي على كيفك. رح نحط عليهم شويه تتبيله ونحطهم قبل ما نحطهم بالفرن بالبرميل. رح نظبط الرز تبعهم ونجهزه. ونحن جرحنا الرقبه تجريح منشان شو؟ منشان يوصل التتبيله اللي بدنا اياها لجوا ومنشان يتأمروا. شوف المفاصل تبعها شلون طالعه، شغلي على كيفك. رح نحط التتبيله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك هلا هيك التتبيله بتفوت كلها لجوا ولا تكتر بحيث انه يتم اللحم طعمه فيه. ورح اكتب لكم البهارات اللي حطيتها بالتتبيله هي او شو حطينا بصندوق الوصف. شايف شلون رايحه نيفا؟ مشان ما تسالني بالاول ما حطيت شيء ابدا، بس اللحم حطيته ولفيته ورق الزبده وحطيته بالفرن. شايف الكتف شلون رايح نيفا؟ نحطهم هيك بالتتبيله شوي، خليهم يشربوا بين ما نجهز الرز، وبعدين نمسحهم من التتبيله وبننزلهم على مرحله التأمير. وهلا رح نشغل الفحم بقلب البرميل منشان يحمى، وبين ما يحمى الجمر ويجمر الفحم عفوا بنكون ظبطنا هدول. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا رح ننزل القطعه اللي بين الفحم وبين الرز لحتى تحمى، لانه بدنا نحمي ونقلي البصل بقلب الفرن. يعني انت ما في داعي تجيب شيء من برا، كله بقلب الفرن بتساوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا رح نفرم بندوره على الخلاط مشان نحطهم مع الرزات، ورح نحط الرز هذا بالسمن العربي وشغله على كيفك. وهلا اول شيء رح نحط معلقه كبيره من السمن العربي اللي على كيفك، ريحتها بتغوي بالقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وهلا حننزلها على الفحم بقلب الفرن، شوف لي اياها هيك. يلا. وهلا حننزل عليها البصل، بصل ما كترناه، بصله واحده كبيره او بصلتين صغار. ومع البصل على طول شو بنساوي؟ ننزل البهارات مشان نحمصهم. هاي البهارات تلاقوهم بصندوق الوصف، ذاكر لكم اياهم كلياتهم مع عيار الملح. وهلا بنخليهم لحتى يتقلوا مزبوط، وبننزل عليهم شو؟ البندوره اللي فرمناها. نعمل لهم تحريكه. وهي بعد ما حمسنا الكشنه تبعنا او البندوره والبصل والبهارات، هي رح ننزل الرز المغسول. عندي هون كيليين رز مغسول، بس رز بسمتي حبه طويله وشغله على كيفك. بنعمل لهم تحريكه مشان يشربوا السمن العربي. وعندي هون كيليين رز، لكل كيلو رز كيلو مي. يعني انا الرز اللي عندي متعود عليه عيار بعيار، انت على حسب الرز اللي عندك شلون متعود عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي حبة زيادة البياعة حطيناها، وهي رح نخلطهم مع التتبيلة تبعهم كلها. الفحم عندي مجمر على طول على النار، رح نزلهم شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا هيك رح نحط الرقبة تبعنا، شوفها شلون، ورح نحط فوقها الشبك منشان نحط
الكتف تبعنا نمسح عنه التتبيله هيك، صار له اكثر من ساعه بالتتبيله. وهي الكتف تبعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. وهي قطع الليه هيك، وهي شرايح الليه، والليه شربانه التتبيله وشغله على كيفك. ها، وهلا بعد ما نزلنا الرز وحمي الرز رح ننزل شو؟ اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف لي الموزات هلا بعد ما تتأمر شلون بدها تطلع، وبنسكر الغطا. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيك سكرنا الغطا، ولا تنسى انه هذا يكون مسكر، وغير هيك نحن حطينا على التايمر 100 دقيقة بيكون استوى الرز تبعنا وتأمر اللحم وشغلي على كيف كيفك، بدك تاكل تدعي لي. وهلا بين ما يخلص المندي ويستوي المندي اللي بالفرن، مندي اللحم او مندي الدجاج، رح نساوي الدقوز او الصوص اللي بيتاكل مع المندي، ان كان مندي لحم او مندي دجاج. انت بتحب مندي اللحم اكثر ولا الدجاج؟ والمكونات تبعاته انا ذاكر لكم اياها بصندوق الوصف. هاي رح نحط باقي المكونات، وهي الثوم تبعنا، وهي عيار الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف لي قوامهم هيك، هذا القوام اللي بدنا اياه، ورح نحطهم بالبراد بين ما يستوي المندي تبعنا. بسم الله. وهلا بعد ما صار لهم ساعة ونص بفرن المندي رح نفتح عنهم ونشوف شلون صاروا. تعال عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف 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 شوف، شايفين لي اللحم شلون؟ رايح نيفا. شوفوا لي اللحم شلون صار، شغلي على كيفك. شايف الموزة شلون فارطة؟ شوف لي اللية شلون مأمرة. قرب قرب، تعال شوف لي الرز شلون طلع. شوف يا معلم، شايف لي الرز شلون نثري وعلى كيفك. ها، بسم الله. قرب شوف لي هاللهبة، وشوف لي هالريحة اللي بتاخذ العقل. يا سلام عليك. ريحة الرز بتاخذ العقل. هذا الرز بالسمن العربي. بسم الله. وهلا رح نقيم الكتف تبعنا هيك. يا لطيف، شوف لي اللية شلون رايحة نيفة. شوف 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 اللحم شلون فارط. شوف الرقبة عم تسحب منها اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف لي اياها شلون فارطة. قرب 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 بالله بجواد، قرب. شوف لي اطيب شيء هون الموزة لما بتكون هيك فارطة ودبقة. شوفها هيك، تعملها على الحركة 362. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف لي اللية شلون دايبة ورايحة مثل شو؟ مثل المرهم، مع شوية رز ولحقة الدكوز اللي ساويناه. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء لا يوصف. ومثل ما بقول لك دائما، لتعرف أكثر عن أسرار اللحم واللحامة تابعني أبو ياسين الدوماني. السلام عليكم. قرايبي. الله يخلينا اللحمة الأبو ياسين. كله والله في لا تخاف، ما بيستحي. معلم هاي دجاج كمان.